السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى تكونوا بخير. عايزك في البداية تعمل لايك وتشير الفيديو لكل الناس وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري. لسه مشكلة الشيبي مستمرة، لسه مشكلة محمد الشيبي مش عايزة تخلص. النهاردة النادي الأهلي بعت لمحمد الشيبي وطلب منه إن هو يسحب القضية يا إما هيتجه للفيفا. لعند النهارده النادي الاهلي مش عايز يفتح العين الحمراء، لعند النهارده النادي الاهلي مش عايز يتهور ويروح على الفيفا علشان هو عارف ومتأكد لو راح على الفيفا ايه اللي هيحصل للشيبي. الشيبي هيتدمر، ممكن يتوقف بقى، ممكن يحصل له حاجة، ممكن يتوقف 5 سنين، يتوقف خالص. فالنادي الاهلي مش عايز يأذي اللاعب، لكن اللاعب كده بيأذي نفسه. مرة واتنين وتلاتة النادي الاهلي بيقول له اسحب الشكوى وبلاش اللي انت بتعمله علشان الاهلي مش يأذيه، ولكن رغم كل ده لسه الشيبي مصمم. كمان يا سادة، النادي الأهلي يستعد بشكل قوي لمباراة الترجي التونسي المقبلة. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.